سؤال بتسأله كتير وقررت أجاوب عليه هنا عشان كل الناس تسمعه وتعرفه، يمكن يلاقوا إجابة على أسئلة كتير بتدور جواهم ما كانوش عارفين لها إجابة. هو أنا ليه بتساب؟ هو أنا ليه بتخان؟ هو أنا ليه لما ربنا بيبعت لي حد وبفتكر إن هو العوض وبفتكر إن هو خلاص كده ربنا آه اداني حاجة كويسة، اتفاجئ انه بيطلع وحش. الكلام ده مش في العلاقات الزوجية او الخطوبة او الارتباط وبس، الكلام ده بيبقى في العلاقات الاصدقاء. احيانا تبقى عندك صديقة وتقولي بقى ربنا عوضك بيها عن كل الصديقات اللي كانوا طلعوا وحشين، وتتفاجئي انها ادتك ألم يبقى هيطلع من عينيكي، تبقي مش عارفة تلاقيها منين ولا منين. انتهاء بقى بالزوجة اللي اتخدعت واتخانت او طلع مش كويس او طلع بخيل او طلع بيضرب او طلع نرجسي او وما اكترها من الامثلة، او برضو الزوج اللي اتحط في نفس المواقف من الزوجة. طب ليه؟ هو انا ليه بتعرض للكلام ده؟ هل انا شخص وحش؟ هل انا حد يستاهل يتعمل فيه كده؟ طبعا بتجيلي حالات كتير وبتجيلي ناس كتير عندها السؤال ده، هو انا حد وحش؟ طب هو انا استاهل العقاب؟ طب هل ربنا بيعاقبني؟ يا جماعة، الناس في حياتنا بيجوا يأدوا رسالة معينة ودور في حياتنا وبيمشوا، وإلا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش خلق الموت والحياة. احنا نفسنا في الدنيا هنا جايين نأدي رسالة وهنمشي، رسالة في حياة ولادنا، رسالة في حياة غيرنا. ممكن ابقى انا كويسة في نظر حد وفي نظر حد تاني انا مش كويسة، انا اذيته. ممكن ابقى ما اذيتوش بشكل مقصود، بس ممكن ابقى اذيته لان هو اسلوبه مش متوافق مع اسلوبي. لو اقتنعنا بفكرة ان الناس في حياتنا جايين يأدوا مهمة معينة ويمشوا، هنهدى وهنرتاح وهنطمن وهنعرف ندور وقتها يا ترى ايه الحكمة من ورا اني عرفت الشخص ده او عرفت الشخصية دي او عشت معاهم سنة 2 3 10. طب ده انا خلفت منه، طب ما هو يمكن كان دوره انه ربنا يرزقك بالطفل ده او الطفلين دول ودوره انتهى لحد كده. يمكن لو كنتي اتجوزتي حد تاني ما كانش ربنا رزقك. ده انا بسببه من بعده حصل لي كذا وكذا وكذا واشتهرت ونجحت وبقيت حد كويس وي وي وي. ما هو ده كان دوره، لولا صدمتك فيه ووجعك ما كنتيش اكتشفتي قدراتك وما كنتيش اكتشفتي نفسك. ده انا كنت عايش عشانها ولما حصل كذا سافرت واشتغلت واتغربت وي وي وي. بس بقيت حد تاني، نجحت، عملت حاجة، واكيد ربنا عوضك بالاحسن. مش لازم العوض يكون راجل او ست، احيانا العوض بيكون راحة بال، شهرة، سعادة في العمل، رضا وسعادة نفسية. دوروا يا جماعة الحكمة من الشخص اللي دخل حياتنا وخرج ايه، بدل ما نقعد نلوم ونقول يا ترى ده حصل لنا ليه. هو احنا بنتعاقب؟ لا، ربنا ما بيعاقبش حد بالشكل اللي انتم متخيلين. في ناس مؤذية وبتتعاقب، بس اكبر دليل على كلامي ان في ناس مؤذية اذى جبار وربنا مأجل عقابهم ليوم الدين. هونوا على نفسكم وبالراحة، واحدة واحدة. كل حد دخل حياتك أو حياتك كان فيه سبب لدخوله ومعنى ربنا عايزك تعرفه، وكان ليه دور ربنا بعته يأديه وخلص خلاص. نقول الحمد لله وندور على الحكمة ونستقبلها بصدر رحب واحنا مبسوطين.